بصي الطراوة، بصي، شايفة؟ شايفة؟ طراوة طراوة، مفيش بعد كده. ليه اشتري كفتة حياتي لما انا ممكن اعملها في البيت بطريقة سهلة وسريعة ونظيفة ومضمونة، وكمان يعني هتقلب لي ريحة البيت وهتخلي كل ولادي وحبايبي يقولوا الله. سمي الله وصلي على الرسول. يلا بينا نشوف كفتة الحياتي السهلة اللي تتعمل في البيت كلها تتكون من ايه. معايا حبتين بصل يعني متوسطين، واحدة فلفلة حمراء، وحوالي يعني 4 5 اعواد كزبرة او بقدونس المتاح عندك. وعندي نص كيلو لحمة لسه جايباه من الجزار حالا اهو. في الكبة هننزل بالفلفل والبصل، نصفي كل المية بتاعة البصل والفلفل. نزلي المية جامد واركنيها على جنب. مكان ما فرمنا البصل هننزل بنص كيلو اللحمة، وهننزل بالبصل فرمينه وصفينه ميته، وهتنزلي بالكم عود بقدونس او كزبرة على حسب يعني اللي انت عايزاه، وهتنزلي بحوالي 10 جرام دهن، مش اكتر من كده، لان الكيلو بياخد، لو هتعملي كيلو هياخد 20 جرام. التوابل بقى، التوابل انا مش هحط فيها توابل كتير، هي معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح لاني عايزه طعم اللحمه بيور، وهحط عليها نص معلقه بيكنج باودر بس كده. افرمي كل الخليط ده مع بعضه فرمتين 3 لغايه ما تلاحظي كده ان النسيج بتاع اللحمه ظهر. وصلنا لمرحلة التصبيع. ادي المية اللي انا ركناها على جنب، مية البصل والفلفل، وحطيت عليها معلقتين 3 زيت عشان اصبع بيها. وادي اللحمة بعد ما فرمتها، دي اللي انا بصبع بيها معلقة خشب. بسم الله. هبل ايدي كده اهو، هاخد اللحمة بسم الله. دايما اذكر الله، وهصبع كده اه حلقات بتاعتي. هصبع كده في كل مرة براحتك طبعا، في يعني الحجم بتاع الصباع. الزيت بيديلها لمعة حلوة قوي لما تستوي. خلصنا تصبيع الكفتة بسم الله ما شاء الله. الكمية اتضاعفت معايا، عملت 16 صباع كلهم حجمهم حلو اللهم بارك اهو. عايزة اقولك معلومة بخصوص الكفتة. الكفتة كل ما تكوني مقللة التوابل فيها، يعني اكتر من الملح والفلفل الاسود، ولو فكرت تحطي حاجة تالتة تبقى سماك او كوبيبة صيني، ما تحطيش حاجة تانية. كل ما يكون طعم الكفتة لحمة بيور مع الدهن والبصل ومع الفلفل اللي احنا حطيناها والخضرة، والخضرة كمان حاجة بسيطة خالص، يعني حاجة كمية بسيطة.
نص معلقة البيكنج باودر طبعا بتعمل طراوة بنت لذينة كده حلوة في الكفتة. هحطها في التلاجة لمدة تلت ساعة تمسك نفسها شوية. في طاسة السخنة على النار نزلت فيها بمعلقتين زيت، وهبتدي انزل بالكفتة. ننزليها الاول على نار عالية لمدة دقيقة، وبعد كده هدي النار كده، وكل وش هياخد دقيقة او دقيقتين، واقلبها على الناحية التانية. انا عايزة اوريكي بس الطراوة اهو، انا عارفة امسكها اهو، شايفة؟ انا مجرد خليتها تاخد لون كده من كل ناحية، عاملاها على نار هادية خالص. دلوقتي نزلت طبعا ببقية الكمية، وهحاول اطلع دول على ورقة فويل. بصي اللي هي من صواني عادي عندك، وانزلي فيها بورقة فويل كده. انا قسمت ورقة الفويل كده يعني عشان هغطيها، وهنزل بيها كده. طلعتها اهو من الطاسة، هحطها في الصينية على ورقة الفويل. وما تخافيش يعني مش هتتفاعل، مش هتلحق تتفاعل مع ورقة الفويل ولا تعمل اي ضرر يعني. بصي بقى يا ست الكل، انا حطيتها كلها في ورق الفويل بعد ما خلصت الكميه كلها من الطاسه. فاكره البصل، ميه البصل اهو عليها كده، حطي وما تخافيش. ودي نسبه الدهون اللي نزلت منها. عايزه اقولك هي شايفه الصباع زي ما هو مخسش نهائي. وهنا في النص ورقه الفويل كده حته صغيره. انا مسخنه واحده فحمايه اهي، وهنزل بيها كده عليها، قصدي معلقه من الدهون اللي نزلت، وهقفلها كده وهحطها في الفرن لمده 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. بس اهم حاجه غطيها كويس، قفليها يعني كويس، عشان ريحه الفحم كلها يروح في الكفته. خرجناها من الفرن. الريحه 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 الله اكبر. بصوا الطراوه طريه جدا، ولا تقولولي كفته المطاعم ولا تقولولي اي حاجه. بسم الله، هبتدي اخرجها. انا ما قعدتهاش في الفرن غير يا دوب 10 دقايق بالظبط، بس اتطعمت بريحه الفحم وبميه البصل اللي انا حطيتها عليها في الاخر. يا جماعه رهيبه والله العظيم، رهيبه. الله اكبر، اللهم بارك. ادي الميه بتاعت الصوص اهو اللي احنا حطيناها. بصوا يعني كل اللي نازل ده عادي، ده الدهون بتاعت اللحمه، مش اللحمه نفسها ما كشتش. حطيتها طبعا على طبق فيه بقدونس. بصي بسم الله بسم الله، الله الله على الطراوه يا جماعه، الله بسم الله، تحفه تحفه. بسم الله، اعمليها بالطريقه دي وشوفي جوزك وولادك هيقولولك ايه رأيهم بعد الاكلة دي. وكمان مفيش صباع يعني ايه قل كده او خس، لان نسبة الدهن اللي انا حطاها
لما عملتها كده بالطريقة دي، اللي قل هو الدهن، اللي بيسيح هو الدهن، لكن اللحمة مش بتقل. صباع الكفتة بصوا نفس الحجم اللي انا مصبعة بيه. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.